السلام عليكم. تأثير ضيق التنفس من الأنف لا يتوقف تأثيره على الأنف فقط بل يمتد خارج الأنف. الحالة اللي معانا النهارده بتعاني من اعوجاج في الحاجز الأنفي وتضخم قرنيات الأنف السفلية، ده أدى إلى ضيق التنفس من الأنف فتحولت تلقائيا إلى ماوث بريزر أو شخص يتنفس عبر الفم، وده أثر على شكل الأسنان. الحل هيكون من خلال عملية واحدة وهي تجميل الأنف الوظيفي اللي هيتم فيها استعادة تناسق أجزاء الأنف مع بعضها البعض باستعمال جهاز البيزو أو الموجات الصوتية، بالإضافة إلى استعمال المنظار لإصلاح مجرى التنفس. زي ما احنا شايفين الجزء الخارجي اللي موجود في الأنف عبارة عن بروز في ظهر الأنف، بالإضافة إلى كبر عظام الأنف من أعلى، بالإضافة إلى تدلي أرنبة الأنف وسقوطها أثناء الضحك. من الداخل هنلاقي فيه اعوجاج في الحاجز الأنفي وتضخم في قرنيات الأنف. دعواتكم وننزل لكم النتيجة بعد العملية إن شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميلة. زي ما احنا شايفين صديقتنا أصبحت تمتلك جوهرة مثبتة في منتصف الوجه. زي ما احنا شايفين أجزاء الأنف متناسقة ومتماثلة مع بعضها البعض ومتناسقة مع ملامح الوجه، بالإضافة إلى إصلاح مجرى التنفس اللي ساعدنا في الحالة دي إن احنا نوصل لأفضل نتيجة ممكنة بأقل نسبة تورم وفي أقصر وقت للعملية، هو استعمال الليزر أو جهاز البيزو أو الموجات الصوتية، بالإضافة إلى منظار الجيوب الأنفية لإصلاح مجرى التنفس واصلاح اعوجاج الحاجز الانفي. شكرا ليكم وفي انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله.